مساء الخير يا أماراتي. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسلام دايماً. جالي كومنت بسيط على فيديو التربية الإيجابية مع جيل التمانينات. أمارايا بتقولي أيوة أنتي برضو ما قلتيش نتعامل إزاي مع شقاوة الولاد. وكومنت تاني بيقول لا تربية حديثة نافعة ولا تربية أمهاتنا نافعة معاهم. وكان ظاهر في الكومنت نبرة سؤال، يعني إحنا نعمل إيه بالظبط معاهم؟ ولقيت أكتر حاجة ممكن أرد عليهم بيها هي من واقع حياتي وتجربتي مع أولادي. أنا ربنا رزقني ببنوتة، وهي صغيرة كانت ما شاء الله جميلة قوي. أي حد يشوفها يحبها، يشيلها من إيدي، يلعبها ويقول لي دي قمر، دي عسل، دي هتبقى هادية زي القطة. كبرت شوية وبدأ يبان إن في فرق بينها وبين أختها الكبيرة. أختها كانت هادية، بتسمع الكلام، في لغة تفاهم بيني وبينها، إنما هي تجري، تتنطط، تتحرك كأن جواها موتور شغال على أعلى سرعة، ومع كل حركة زيادة كانت بتحصل كارثة في المكان أو إصابة فيها هي. في الأول كنت شايفة إنها طفلة وحقها تلعب، ويعني لو ما لعبتش في بيتها هتلعب فين؟ لكن مع زيادة المشاكل والكوارث والإصابات بدأت أتعصب وانفعل عليها. ما أكدبش عليكم، في فترات كتير كنت بتعامل معاها بعنف، كنت أزعق وأحياناً أمد إيدي وأقنع نفسي إني كده بربي وإني لازم أقومها وأحميها من أي أذى هتسببه. لكن ولا كأني كنت بعمل أي حاجة، بالعكس كان شقاوتها بتزيد قوي، لدرجة إنها حرمتني من حاجات كتير. حرمتني إني أزور أمي وأنا مش قلقانة يحصل حاجة بسببها. حرمتني أقعد في تجمعات عائلية من غير توتر. كنت دايما حاسة إن عيني عليها وإن أي غلطة ممكن تحصل في أي ثانية. لحد ما في يوم وقفت قدام نفسي بصدق وسألت، هو معقول طفلة صغيرة تبقى مستمتعة بكل الزعيق ده؟ هو معقول ده مزاجها؟ بدأت أقرأ، أسمع، أتعلم، وفهمت حاجة غيرت تفكيري كله، إن في أطفال نشاطهم زايد، في أطفال عندهم ADHD، فرط حركة، وإن ده مش دلع ولا قلة تربية ولا سوء نية، ده طفل مخه شغال بسرعة وطاقته أكتر من قدرته على السيطرة. وأهم حاجة فهمتها إن الكبت هو العدو الأول. الطفل اللي ما نلاقيلوش مساحة يطلع فيها طاقته هيطلعها غصب عنه، في الغلط، في العناد، في الانفجار قدام الناس. بدأت أغير أسلوبي واحدة واحدة. بدل ما أقول أقفي ما تتحركيش، بقيت أقول تعالي نطلع نجري شوية، تعالي نلعب لعبة فيها حركة، تعالي نطلع طاقتك وبعدين نقعد. بقيت أفرق بين الشقاوة والأذى، بين الحركة وبين قلة الأدب. ما بقيتش أعاقب على الطاقة، وبقيت أحط حدود للأذى بس. مش هقول إن النتيجة حصلت في يوم وليلة أو هي بطلت شقاوة، لكن ظهر اختلاف يرضي. بنتي بدأت تهدى، مش علشان اتكسلت، لكن علشان اتحضنت واتسمعت وتوجهت صح. وأنا كمان اتعلمت وعرفت إن العدل بين الولاد مش إننا نعاملهم زي بعض، لكن العدل الحقيقي إن كل واحد فيهم يتعامل بالطريقة اللي تناسبه. والممتع في رحلتنا معاهم وإحنا بنربيهم إننا بنتعلم إحنا كمان حاجات جديدة، بنكتسب وعي أكبر، بنكتشف طرق تربية غير اللي بيتكلموا عنها أو بيكتبوها في كتب التربية. أصل التربية مش ألف ب، يعني مش كل طفل شقي محتاج عقاب، ولا كل طفل هادي يبقى ملاك. ولادنا مش محتاجين صوت عالي، محتاجين فهم أعلى. لو حسيتي إن ابنك أو بنتك طاقتهم زيادة، اسألي نفسك الأول، وفرت لهم مساحة ولا حبستهم جوه توقعاتي؟ وفي نهاية الحلقة أتمنى أكون قدرت أوصل رسالتي وردي على أصحاب الكومنتات وعلى كل حد هيسمع الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات لأنه هيفرق معايا جداً. واستنوني في الحلقة الجاية، هنتكلم أكتر مع مواضيع تهمنا كلنا عن تربية أولادنا، تربية صح وواعية، ومن غير تفرقة ومن غير كسر. كنتم مع حكاية من حكايات سيلا، حكايات شبهنا وعننا، وحكاية من قلب الواقع.